يا أصحابي يا حلوين، إزيكم؟ النهاردة هحكي لكم عن سيف اللي اتعلم ليه النظافة والنظام حاجة مهمة جدا. في يوم ماما دخلت أوضة سيف، لقت اللعب مرمية في كل حتة، العربية هنا والكورة هناك والكتب مرمية على الأرض. ماما قالت: يا سيف، مش هتعرف تلاقي حاجة وانت سايب الدنيا مكركبة كده. سيف قال: ما هو لما أحب أجيب لعبة بدور عليها كتير وبعدين بلعب. ماما قالت: طيب لو رتبت كل حاجة في مكانها هتلاقيها بسرعة وهتبقى غرفتك جميلة ونظيفة. سيف فكر شوية وقال: طب يلا يا ماما نرتبها سوا. راح سيف لم المكتبة ورص الكتب فوق بعض، ولم اللعب وحطها في الصندوق وكنس الأرضية ورتب سريره. لما خلصوا ماما قالت: شاطر يا سيف، كده انت نظيف ومنظم، ودي صفة الولاد الأذكياء. سيف حس بالفخر جدا وقال: من النهاردة هرتب أوضتي كل يوم قبل ما أنام. يا أصحابي، لو حافظنا على نظافتنا ونظامنا هنعيش مبسوطين وهنبقى قدوة لكل اللي حوالينا. لو عجبتكم القصة يا أصحابي اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل القصص الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم.